بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دلوقتي احنا في مزرعة فول بلدي، ومعانا المهندس عصام الكرام مدير الإدارة الزراعية ببسيون. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك عايزين تكلمنا عن الفول برضه والواجب على المزارعين، يعني ايه في الآونة ديت، يعني يعملوا ايه مع الفول؟ الفول البلدي طبعا من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لنا، لأن غذاء المصريين عليها بالنسبة إذا كان في الأكلة الشهيرة جدا الطعمية أو الفلافل أو الفول العادي. تمام. طبعا احنا عندنا الانتاج في مصر ما بيكفيش الاستهلاك المحلي، فبنقوم بتغطية بقية الاستهلاك من الاستيراد من الخارج. طبعا احنا عارفين ان الفول من المحاصيل البقولية ديت، وتعتبر من الزراعات المربحة جدا. طبعا وصل أردب الفول في بعض الأحيان 3000 جنيه. لو هاخد 15 أردب من الفدان يبقى أنا بيديني عائد اقتصادي 45000 جنيه. لما أحسب تكاليف الفول البلدي بالنسبة للزراعات التانية، الفول البلدي التكاليف بتاعته تعتبر متوسطة، ومن النباتات اللي بتضيف أزوت بالنسبة للتربة. بمناسبة حضرتك الأزوت، لأن في معظم المزارعين يعني بيحط كميات كبيره من تسميد الازوت، يعني عاوزين حضرتك تبين الصوره برضو ان ده موضوع جميل جدا يا استاذ خالد، وكويس انك انت فتحته. طبعا محصول الفول البلدي من البقوليات اللي بتقوم بتثبيت النيتروجين من الجو وتحويله لصوره ازوت عن طريق العقد البكتيريه اللي موجوده فيه. انا اعرف منين ان كان الفول عايز تسميد او مش عايز تسميد؟ انا باجي في الفتره دي وبقتني واخد العود بجدره بمجموع بجزء من التراب حوالين المجموع الجذري، واحطه في اناء فيه ميه، واعد العقد البكتيريه اللي فيه. ان لقيت عندي من 12 ل 14 عقده بكتيريه ولونها احمر وردي، يبقى تم اكتمال اللقاح البكتيري اللي عندي، والعقد البكتيريه هتقوم بتزميت الازوت الجوي اللازم لاستكمال دوره حياه الفول، وبكده مش هحتاج اي ازوت. طيب انا لقيت ان العدد اقل من 12 عقده بكتيريه، بيوصى بشكاره يوريا لكل فدان عشان تعويض العقد البكتيريه، وانني ما يكونش النبات عندي مصاب بنقص النيتروجين او الازوت، وبالتالي هيأثر لي في الانتاجيه اللي عندي، لان انا وصلت في بدايه مرحله الازهار. وطبعا دي مرحله حساسه من عمر النبات، المفروض يكون خد الوضع الطبيعي للمجموع الخضري بتاعه، وهيئت نفسي ان انا ادخل في مرحله المجموع الثمري عشان برضو اجيب انتاج عالي ووفير. حضرتك طبعا في بعض الزراعات دوت الحشد بدأت تصيب بعض الزراعات، يعني في القمح والفول. هل ظهرت في الفول؟ وممكن حضرتك تبين لنا برضه الاصابه هنا برضه عشان الساده المزارعين يعني يعرفوا. في بقره عندنا هي يشتبه انها مصابه بدوت الحشد الخريفيه، ومن اعراضها ان هي الاكل بتاعها بيكون زي الشباك في الورقه اهوت، وده ظاهر عندي، لكن لغايه دلوقتي برضه انا ما لقيتش اليرقات اللي موجوده عندي. فدي ممكن تكون يرقه او اتنين. درجة البرودة دلوقتي أنا ما وصلتش لأقل من 4 درجة مئوي علشان أقول إن أنا حديت أو دخلت اليرقات اللي عندي في مرحلة سكون، لكن ديت الأعراض هي أعراض دوت الحشد. تمام. وحضرتك ممكن دوت الحشد تصيب نبات القمح؟ طبعا هي من النباتات المحبة اللي ليها دوت الحشد الجياشة أو دوت الحشد الخريفية. القمح في الفترة دي، وخاصة إذا توافرت العائل المفضل له وهو نباتات الذرة، فدي بتخليها ان فيه ممكن اتنبأ بوجود اصابه في المحصول الجمعي. طب عاوزين برضه ننبه الساده المزارعين، هل موجود مبيدات في الاداره الزراعيه بحيث لو في حاله الاصابه، عشان طبعا الاصابه حضرتك زي ما انت عارف بتبقى سريعه جدا وبتقضي تماما على المحصول، هل في مبيدات في الاداره بحيث ان المزارع يتوجه للاداره؟ الحمد لله احنا عندنا مبيدات، موجود الجولد بين والاسبيدو في الاداره، وزنها على مستوى الجمعيات في 30 جمعيه على مستوى المركز، واي مزارع هيطلب المبيدات دي هيلاقيها بالسعر المناسب له في الجمعيات الزراعيه، وطبعا مبيدات مضمونه ومش فيها غش تجاري او اي شيء. احنا شاكرين الفضل لحضرتك وبالتوفيق باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا.